التشكيليه الكبرى داخل الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهليه بالقاهره اليوم مع قضايا المراه وصحه الطفل. هذه اللجنه التي قادتها الدكتوره جيده محمد واللواء سعد محمد سعد عبيه مصطفى سعد عبيه. معنا اليوم في هذه التشكيليه الكبرى احد ابطال مصر اكتوبر العظيم، البطل الكبير معالي اللواء مجدي شحاته. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. احنا بنتشرف بحضرتك معانا النهارده في هذه التشكيله الكبيره، والمصر ده ليس مصر شخص لكن مصر كلها. ده كلام صحيح. مصر كلها اشتغلت على هذا العمل وكانت على قلب واحد عمل بجد وفي هدف كلنا. وبالتالي الحمد لله احنا قدرنا نستفيد من اخطاء 67 نكسة 67 دي كانت بدايه نجاح 73 لان احنا اشتغلنا صحيح بجد وقدرنا وعارفين هدفنا ايه وضوح. دور حضرتك في المعركه دي؟ انا كان دوري كان احد المقاتلين اللي اشتغلوا في جنوب سيناء عشان خاطر انا والزملاء كلهم معايا. انا سيلا في سيناء نزلت في 3 سرايا كتيبه وفي كتيبه ثانيه في حته ثانيه. انا بحاول جنوب سيناء بالكامل الساعه 13 يوم عمل استعمال غير عاديه. يعني صحيح النهارده في حاجات كتير في اعمال احنا عارفينها، في اعمال احنا مش عارفينها لدرجه كل الشباب في بعد زي مثلا بطل سياسه زكريا اسرائيل هي نفس النهارده بكل اشكالها. في انا بديك مثال واحد في اكثر من مكان في ناس اشتغلوا كويس قوي ما كانش بتيجي طبعا عدد الكبير اللي عنده فاكر يوصف كلاب لكن احنا قدرنا الهدف الرئيسي ان احنا نبدا نتواصل مع المسؤولين اللي هي جنوب سيناء لمده 48 ساعه لغايه 96 ساعه، يعني بين 4 ايام عشان خاطر ندي فرصه للواد تشتغل هي تعدل اللجنه برضه عشان تبقى متابعه وتثبت. ودي كانت بالنسبه لنا دي كانت المهمه الرئيسيه لدرجه وجودنا خلف الخطوط هو تثبيت على الدراسات خلف الحمد لله احنا نجحنا فيها رغم ان احنا نزلنا بلاش فيها هدف كويس لكن دي كانت الرياضه تقرير. نصر اكتوبر لم يكن نصر جندي، لم يكن نصر قائد، لم يكن نصر قائد، ولكن كان نصر تجمع فور جميع القاده والعسكر والقائد الكبير الرئيس الراحل محمد انور السادات رئيس الحرب وقائد الحرب والسلم. قائد الحرب والسلم زي ما بيسموه قياده الثعلب الكبير كما يقال عنه رئيس السادات. رساله حضرتك للشباب المصري؟ رساله ليا للشباب اولا نعمل كل اللي فينا امتداد لعملنا في 73. اشتغلنا بعد كده في وقت العمل جدا بنشوف نسينا كل حاجه في الفتره الاسبوعيه وابتدينا كل واحد اهل نفسه مضغوط. ده المطلوب من كل واحد لان انا اشتغل بامانه اهل نفسي صح عشان خاطر على قدر موجود في مكان يعني كان فاهم كويس تعاون. الحمد لله نشتغل للدوله ونشتغل كمان على نفسي. يعني نفس القصه بالنسبه للشباب لازم يكون اهل نفسه في منافسه عالميه في الشباب وفي العمل وفي الانتاج وفي جوده المنتج. الاقتصاد هو اللي بيدي دعم بس وفهميه وسبيل الغرب اللي هي ابتدت دلوقتي وسيطر على المبنى الاداري الامن القومي وبالتالي الشباب معانا مجموعه كبيره جدا ربنا يديله الصحه. في نهايه اللقاء بنشكر معالي اللواء اركان حرب اللواء مجدي شحاته اللي قعد 200 يوم خلف خطوط العدو عشان يجيب النصر المصري، والنصر دوت لكل مصر وليس لمصر واحد. شكرا لك. كان معكم دكتور مجدي الناصر، راديو صوت الجيل وجريده الوقت. شكرا لك.